شوف، لا انا لا حاتم أي. وبالنيابه عليه وهو حاضر. اي على هو حاضر غاديش احنا تجاوب مع عليه. شلاص، لا احنا مع كمال الطيب، لا احنا مع خيام التركي، احنا مع احد. ولكن الاوضاع هذه المضطربه عندنا تهيجات دخلناها في السياسه، صار سياستنا هي مجموعه من التهيجات، كل واحد متهيج على الثاني. فهمت؟ احنا شو احنا معاهم هذونا؟ احنا معاه شو اسمه اللي متهم باغتيال فلان ولا باخفاء الملفات ولا كذا. ايوه ولا باش يلعب بالعكس، طيب راشد احنا نطالبوا بمحاكمتهم، واحنا نطالبوا بمحاكمتهم مش من اليوم. انا من 2011 وياما حكينا وياما كلمنا معقول. بس مرات تجي تشوف انت توجد احنا صنعنا اصنام، صنعنا اسود وغوله هكا، هم وهميين. انا متاكد انه كمال طيف كل قوته عنده 7 8 ضباط في الداخليه اصحابه ندخلهم، مش فقط في الداخليه. استناني شوي اذا عنده اموال انا ما نحسبش معاه ولا انت تحسب معاه. فهمت؟ هذا اللي انا متاكد. وهو فهمت عنده علاقات بالجميع، كان يحكم على الباجي قايد سبش اكثر مما يحكم معايا واحد اخر، وما حد يكلمه، وكنا نعترضوا وكنا ننتقدوا وكنا نقولوا وما حدا مسه. اليوم خلافاته هو انه هي خلافات داخليه في جهاز الحكم ذاته في تونس، والجماعه اللي قبضوا عليه هي تصفيه حسابات، لانه لو كان في ثوره راهي قبضت عليه من النهار الاول مثلا. لانه كان في ياسر بعد ثوره تركي وراه ما الغريب. انا خليني نزيد نحكي، كان يحكم في البلاد، خليني نحكي وخليني نوجع. ما كان يحكم في البلاد ولا شيء. احنا نتوهموا انه هو وشفيق الجرايه وفلان يحكموا بالبلاد، كي ما يحكموش حتى في بيوتهم. يا راجل هذه اكاذيب يصدروا لنا فيها، ما تخلوناش ندافعوا على الشياطين يا راجل، ما تخلوناش ندافعوا على الاغبياء وعلى الشياطين. هذا غباء. انا اقول لك معرفتي، انا اقول لك معرفتي. اسمعني، هؤلاء الناس لا يملكون اي شيء، يملكوا شويه كلام وهذرمه وما عندهم شيء. لا عندهم ثقافه، لا عندهم رؤيه، لا عندهم علاقات صحيحه، لا عندهم سلاح، لا عندهم اموال، لا عندهم شيء. معناه كي يقول الياس فخفيخ كان سبب من اسباب الاقاله نتاعي كمال طيف وراشد غنوش. يقول يوسف الشاهد انا كان نحب عليه. لا حبيت نقول لك ماهوش مهم كي لوبيات صغار هذولا. كان نحكي احنا نفيت عليه انه هو لوبي، انه هو يشتغل. انا قلت لك انا لو كان في ثوره وقبضوا عليه من النهار الاول. لكن اليوم القبض عليه يعني احنا نحبوه. علاش قبضتوا عليه؟ يعني هو هم النهار كل كان يجتمعوا في بيته هو. هو كان عنده شركه بسكر كلهم يمشوا له، اقسم بالله ما فيها، وكان يشهد شهاده صح الى ثم واحد ما يمشيلوش. كل واحد تكون شكون وزراء مع حكام وكلهم يوسطوا فيه، ومعظم الوزراء شدوا وزارات باسمه هو، وهو اللي حطهم. يا ودي علاش ما قبضناش على انا ندافع عليه؟ انا ما ندافع عليه حدا، وعمري ما ندافع على حدا من النوع هذا. اي مصافك يخلط يحط وزراء في الداخليه وفي غيرهم قيادات في الامن. ماهوش صنم، ماهوش صنم. وضحوا لنا يا اخي، ما نعرفوش في المراكب كيف سافر، وما نعرفوش فلان كيفاش شدوه، وما نعرفوش فلان كيفاش متهم، وما نعرفوش الاغتيالات كيفاش. الاغتيالات الرئيس في اي بلاد مرات لا يعلن عليها وتصير اغتيالات صحيحه. هو الرئيس اول مره تعاطفوا مع الرؤساء وتلفنوا له، وبعدين ما هو جت 20 مره قالوا اغتالوه، تلفلوش واحد، ما تلفل ولا واحد، لانه صارت لعبه. لا نلعب بالامن القومي، لا نلعب بالقضايا الكبيره. هذا هو اللي نحب نقوله. في ناس يجتمعوا في مازال عندنا ساعه ثانيه كامله باش نحكيو على هذا الموضوع، خاصه على اللغز كمال الطيف والدور تاع كمال الطيف. راهو ماهوش مش تو برك، راهو حتى قبل في 87 وقبل 87 كان من القلائل اللي يعلم بالانقلاب تاع 7 نوفمبر. معناها شوف الشخصيه ماهيش جديده كما كنت تحكي يا صافي، ماهوش 2011. راهو الراجل كان شاهد عيان وحضر مع الانقلاب 87، واصلا بن علي ما كانش مؤمن انه نجم يولي رئيس دوله، وهذا في شهاده الهادي البكوش. في شهاده الهادي البكوش يزي عاد شلون يستضيفك باش تولي راديوات. لا ما يجيش، لا ما يجيش، لا يجي عليه خراب البلاد. تو احنا خراب البلاد، تو انا جيت ضيف باش تحكي تقول لي خراب البلاد. لا ما يجيش، لا انا جاي هنا اخوي لا ما يجيش يا اخوي ناقشنا افكار، ما يجيش، ما مانيش فيه، انا مانيش قاضي. لا ما تدخلنيش في الاعلام، ان شاء الله يدخلوه في السجن 20 مره، احنا خربنا وان شاء الله يحكموا عليه 20 عام، ما خربناش ولا انت تحرك لي شعب. لا ما خربناش.
خربناش الاعلام. لا لا خربنا المفاهيم. لا ما خربناش مفاهيم. كان يحكم وكان كذا وكان يحكم وكي تمشي تشوف يعني 20 سياره نتاع صحفيين ومحامين ووزراء كلهم قدام بيته. اي صبر هذا دليل اللي هو ثماش واحد يسجل عليها. انا كنت نعرفه اللي نمشي له. لو كان يحكم فماش قال لك تعرف تمشي له. الكلام اللي قلته دليل اللي كان يحكي. توا يا صافي مادام يحجوا له صحفيين وسياسيين يحجوا له صافي سعيد. هذوما صناع الملوك. خلينا الناس تفهم مليح. تسمع في صناع الملوك اشكون هم هذوما صناع الملوك. اي خلينا الناس تفهم ايش معناها صناع الملوك. هذه كلمه كبيره صناع الملوك ولا تنطبق في البلاد هذه بصراحه. لا عندنا ملوك لا عندنا صناع. احنا عندنا صناع بمفهوم اخر. خدم السلطه هذول ويتعاركوا على اشياء مرات اوهام. شوف انت سالت سؤال قلت انه كيفاش هو قوي في كل هذه العصور. شوف كمال طيف هو بوه كان مقاوم. ثروته كلها من ليبيا في عهد الملكيه السنوسيه. كانوا اثنين اقوياء في تونس من الساحل، الاثنين المازن الشقير، عائله المازن الشقير وعائله الطيف. كانوا جماعه مختارين مزالي وجماعه مختارين بن علي، ويحبوا يحطوا كل واحد يحب يحط جماعته في الرئاسه. كان في وقتها الصراع على الرئاسه، بورقيبه مريض وكذا وكذا. هذا السيد كمال طيف كان ولد صغير وقتها، وحطوا ابوه مع بن علي وقالوا هذا اخوك الصغير، لكن هم اخوته الكبار كمال طيف هم الاقوياء وهم رجال الاعمال وهم اللي عندهم الفلوس. باهي صارش مع بن علي وصانع عند بن علي. كاش صحيح هذاك القطب وكذا. اسمح لي حتى نوصل لك النتيجه. ليلى بن علي تعرف عليها بن علي عن طريق كمال طيف، مش العكس. وكمال طيف بما انه بن علي يعتبره اخوه الكبير وكذا نصح وقال له ما تزوجش هذه المراه، انا نعرفها ونعرفها قبلك، ويعرف علاقاتها ويعرف كذا. وانا راو هذا حكايات من مصادر، ومانيش لا نتهم لا نسب لا نشتم، واحترم كل الناس. نصح انت رد بالك، واحد عاشق تنصحه تزوجها ولا ما تزوجش، حتى ولو كان خوك. اذا شفته عاشق ابعد عليه. بن علي كان عاشق، ما نفعش. وقت اللي تم الزواج طردته من الحديقه، طردته تماما، واصبح بن علي يحمي فيه كمال طيف من اخوتها. هو كمال طيف يحكي يقول لو مش بن علي حماني كانوا قتلوني اخوه ليل. جينا توا هذا الكل عمرك ما قابلته وعندك المعطيات. عمري ما قابلت يا اخي. انا قابلت بورقيبه، عندي معلومات على بورقيبه اكثر منه. نستفز فيك يا راجل يا راجل. انا ما قابلتش بورقيبه واقرا كتابي نتاع بورقيبه تشبع بالحكايات من النوع هذا. هاي صار مزال عندنا 3 دقائق. اسمعني فيه نعرف نتفز فيه. لا اسمع بالله يا اخي ما تقاطعنيش تنوصل. ما قاطعتكش مازال دقيقتين تفضل. السيد كمال طيف واخوته بوهم وقت اللي كان في ليبيا كان مقاول كبير في السبعينات، بقط عنده البنايات وكذا، وكان يمول في القاعدة الأمريكية بالمواد خضرة ولحوم وكذا، واللي يشتغل فيه هو. لكن حط واحد من إخوة بن علي هو اللي كان مسؤول على تمويل القاعدة الأمريكية. القاعدة الأمريكية فيها 10,000 أمريكاني، مرات يجيبوا كل خضرواتهم من تونس ولحومهم وقتها، كان مسؤول عليه. وهذاك علاش بعدين ثبتت انه العلاقه بين بن علي وبين الامريكان من الوقت هذاك نسجها هذايا الرجل المقاول الكبير عبر اخوته. كان وقتها بن علي هو ضابط كبير، كان يخدم في مكتب شو اسمه الهادي نويره، كان يخدم في مكتب الهادي نويره ضابط اتصال. شو نكمل الوقت؟ دقيقتين مازال هي مو باش توصلنا لتو. فيها دقيقة أخرى. شو الأخبار يا معلم؟ في 2011 نختصر لك في 2011 ضاقت الأمور ببن علي، رجع لصديقه كمال قال له كمال نحب تشكل لي حكومة وطنية. وبدأ كمال يشكل في حكومة وطنية، واتصل بأصحابه. من هم أصحابه؟ أصحابه هم المعارضين التوانسه اللي كان هو وياهم عايشين سنوات الصحراء.
يعني نجيب والعم الامامي كانوا يعرفوه في الوقت هذاك لما كان هو معارض وكان مطارد. الوقت هذاك يعني من 92 من 93 الى حدود 2011 كان يتذلل وفقير ومطارد وممنوع حتى من السفر وقتها. ميكرو وكان اصدقائه كانوا المعارضين الوقت هذاك. في 2011 وقت اللي قالوا شكل لي حكومه وطنيه بدا يتصل بالجماعه هذول باصدقائه، وهو قلت عنده السطوه هذه مسك خذا عرف النظام اجهزته، لانه هو مسك 4 سنوات رئيس جهاز الاستخبارات التونسي عند بن علي، وكان عنده مكتب في شارع بيروت. مدريد كانوا كلهم بالصف، هذول اللي شفتوهم الاجيال الجديده اللي دخلت لحزب الدستور والناس اللي دخلوا للضباط ودخلوا للشرطه ودخلوا المراكز القرار وكذا كله دخلهم، وكان وقتها عمره 26 27. هذا هو اللي نيجم لانه هو الاخ الصغير لبن علي وقتها. 4 سنوات هو شكله. بن علي كي جاء قال لازم نغير جهاز المخابرات. راهو نحكيو عليه، هذا الكل مولود عام 1955. بن علي وقت اللي جاء يحكم قرا قراءتين، اما نعمل حزب جديد يا اما نغير الحزب، يعني نغيره نعطيه اسم ونعطيه شحنه اخرى. وجهاز الاستخبارات غيره دخلوا شباب هذوك كلهم دخلوا كمال الطيب، صبحوا في الثوره اصبحوا ضباط كبار عنده بهم اتصال، يعرفهم ويعرفوه. من هناك يبدا نفوذه. فهمت علي تو؟ نفهم نفوذ. تقول لي عنده اموال ما عنده ولا لا كذب. في البدايه قلت صنم معناتها توكي حكيتنا سيرته وترعبنا معناتها. هي لا تنجم تجي مع بعضها، لا تنجم تجي مع بعضها. انا الناس مش معناتها غير انا الوقت ضاغط وقت ضاغط، وحبيت الواحد دايما نعملوا خلفيه للاشخاص حتى نفهموا الاوضاع ونفهموا رواحنا وين. بالضبط يا سيدي. شو نقول لك؟ انا اللي نقول لك لا نرمي ابنائنا الى الخارج ونتهمهم بالعماله. راهو هذا يرتد ضدنا ويرتد علينا كما ارتد على كثير دول. قداش عشت في الخارج يا خصافي؟ يا ودي عشت، لكن برغم ذلك حافظت على روحك. خليفه معناتها القضيه ماهيش موضوعيه، ترميني في الخارج تو نولي عميل، لا تنجم تبقى في السجون وتبقى وطن. انا كنت في لا انا في لانه الخارج منطق كملوها بعد سامحني خليفه خلينا ناخذوا معاك يا خليفه منطق لاني تقمعت جاوب في الفوز الاسباب هذا زاد منطق تبرير خليفه انتهى وقت برنامج هذا خارج دفعة واحدة 21 عام لم أعد إلى تونس. أولادي مولودين في الخارج، مرتي من الخارج، خدمت في الخارج، عمري ما خديت جنسية. كانت الجنسية شكرا لك ببساطة. صافي يا سعيد، شكرا لك. في الوقت عندنا الأخبار. أنت اخترت خيار يا أستاذ عندنا الأخبار. ثم الناس اختارت خيارات أخرى. يا خليل أقرب الميكرون وخذ الوقت اللي ساعدك. أنا ما نحبش ندخل في تقنيات القضاء، ما نحبش ندخل فيه. اولا مش من اختصاصي، ثانيا تشويش فقط، ما عندناش قواعد حتى لنقاشها، وهيك كلام يعني كيما كلام الفيسبوك. احنا نحكوا توا سياسه. ايش معناتها السياسه؟ لماذا هؤلاء لماذا هؤلاء ألقي القبض عليهم؟ ما مدى خطورتهم؟ ما هو الارهاب وما تعريفنا للارهاب الذي كانوا يمارسونه؟ شو العلاقات اللي هم يتميزون بها أو القدرات اللي يتميزوا بها لتغيير هذا النظام؟ ما معنى الوفاق عندما نتهم مجموعة بالوفاق؟ مجموعة قاعدين في دار، قاعدين في بار، يطهروا في الهدم. هل هم جنرالات في الجيش ممنوع عليهم الاجتماعات؟ هل هم مدنيين؟ هذا اللي لازم نحكوه، هذا لازم نحكوه، وهذا لازم نفهموه الناس. لأنه احنا كي نبدو نكعوروا المشكلة كلها إرهاب إرهاب إرهاب. ما هو الإرهاب؟ الإرهاب هل هو جبل الشعابي ولا في المرسى قاعدين في غار أو في حزب بتاع تي يسموه البريطانيين بارتي تي ولا تي بارتي؟ فهمت؟ شو يعني؟ إذا كانت الدولة في كل مرة تخاف من مجموعة كيف هيك، والله أنا صرت شاك في دولتنا، صرت شاك فيها. يعطونا هالشعور هذا، يعطونا. أنت تجي تقول لي هاو فلان، هاو مثلا شو اسمه اللي كنا نحكوا عليه كمال طيب. كمال طيب شفناه اليوم، هو تو انتهى. هو لما كان ناشط ما حدا قبضه. وبعدين انتم ستجعلنا هذه الدولة التي تتخبط وتخبط عشواء نتعاطف مع كل الشياطين. لماذا؟ لماذا يا راجل؟
يا ودي لازم يكون عندنا عقل سياسي، رؤية سياسية عقلانية لقياس الأشياء وقياس حرارة هذه الشعب والشعب قديش تعب. يا أخي إذا كانت الدولة هي تتخبط أو لو فاقدة كل أكسجين ما تجيش تعمل لي قضايا يمكن ما فيها شيء، حل الملف ما توجد شيء. لماذا يعني التو ما وجهوا لهم أي تهمة واضحة؟ لأنه يحضروا لهم في ملف ما عندهمش ملف. أنا أعتقد وهذا صار كثير، أعتقد ما عندهمش ملف جاهز. يعني شو رأيتهم الإرهاب راهي كبيرة في العالم، رأيتهم وبعدين الرئيس الأمريكي يوجدوا عنده وثائق نتاع الدولة الأمريكية اللي هي تقص العالم كله، يمكن يكون فيها أرقام نووية، ما يعملوش معاك. معليش احنا دخلنا في الامور، يعني ايش دخلنا في الامور؟ جينا مواطنه جزائريه ولا مواطنه انسانيه، فكني منها فرنسويه جزائريه ما يهمنيش. انا سمعتها تتكلم بعقلانيه وبارجحيه وتفهم وزدت عطفت معها. جينا نوحلوا فيها وندخلوا فيها في مستوج وتصير هي مخلطه مع البيض مع القهوه مع الطماطم مع كذا مع الاحتكار مع كذا. شو هالدوله؟ شو هالدوله؟ يا ودي انظروا الى المستقبل، ابنوا علاقات مع الدول، اشتغلوا على المغرب العربي، اشتغلوا على الثروات، اشتغلوا على المستقبل. يا ودي فكوا من الحكايات الصغيره هذه، ضعنا فيها وضاعوا فيها. الدوله هي ضايعه كيما البلاطوات بتاع التلفزيونات. الدوله هي ضايعه كيما البلاطوات، وكلهم يفتشوا كل يوم يفتشوا على موضوع يناقشوه ويعملوا به الشغل. هي ذاك هو. اسمعني اسف، يبقى علاش لا مش هذه الدول. احنا ماشيين نحو الخراب، ماشيين نحو الخراب بالطريقه هذه. علاش ماشيين الخراب؟ لانه ما عندناش عقل. الشعب فقد عقله من زمان، اللوجيسيال نتاعو تغير، فهمت؟ وطبعا النخب راهي تتبع الشعب مرات، راهو اسمع هي النخب حسيبها هي حره، هي اللي تقود في الشعب، الشعب يقودها، خاصه في العهد التعدديات والاحزاب. يصير الشعب هو يجبد النخب له، مش النخب هي اللي تجبد الشعب. السؤال اللي حاب نسال، علاش الدوله اليوم حسب رايك قلت ما فماش دوله، علاش الدوله اليوم تختار من فتره الى اخرى انها ترفع قضايا بارهاب وتآمر على امن دوله ضد عديد من الشخصيات؟ حاتم قال كلمه مهمه ياسر، نجيك سي حاتم، راه في القضيه ال 25 تهم يظهر لي اكثر من هذوما، راه تهم ممكن 6 ولا 7 اسر وفيهم ال 22 في حاله سراح. اي كيفاش تفسر انت هذه دولة عاجزة، دولة الناس هذه متمردة على الدولة؟ اعطيني انت سياسيا كيفاش تحللها قبل ما يجيك سي حاتم. وانا لو عرفت نفسر لازمك تفسر، انت محلل سياسي لازمك تفسر. التزمت بيتي وما راني حتى انا سافرت ولا كذا ما اعرفش نفسر بصراحه. وهي واحد يجيك يقول لك نفسر عنده طراطيش كلام، ما عندناش معطيات يا اخويا. انا ما قلتلكش معطيات، ما عندناش. هذا قانون الارهاب، هذا قانون الارهاب شكون عمله؟ وهل هو قانون الارهاب يشبه القوانين؟ هو اساسا قانون امريكي، جو وزعوه على بلدان العالم الثالث، كل دوله زادت فيه اللي تحب. هذا قانون الارهاب. يعني شو فاهمينه؟ ماناش فاهمينه، ويطبق على كل شيء، اللي عنده دولار في جيبه واللي ماسك الحدود واللي مجتمع واللي كذا، يطبق على كل شيء. الاموال مربوط بالارهاب. شو هذا؟ شو هذا قانون الارهاب؟ يعني ما نجموش نراجعوا احنا قوانيننا؟ احنا ما نحكوا هذا، نحكوا في الديمقراطيه ونحكوا كذا، ما هو نراجع وما تعمل في فتره ما. وين يا ودي خلينا نعمل عقل. في فتره البرلمان من طرف البرلمان وتم المصادقه عليه. 2015 تعدل، 2015 تعدل، مش عنده تعدل، زادت شوه. لا مش شوه، تعدل شو بتعدل؟ تو البرلمان كان يحبوا يشكلوا البرلمان يقول لك هاك عمل، كان يحبوا يشوهوا البرلمان يقول لك ما هو تلاقي ما هو تعددي ديمقراطي وتشاركي، تعمل في عهد التشاركيه والديمقراطيه والتعدديه مع القانون. هذا ايش حبيت نقول لك. يا اخي انت تحسبهم عباقرة هذول اللي كانوا يمروا في القوانين يا اخويا، هم يقولوا ولا هم فاهمين قوانين الارهاب ولا قروا قانون الارهاب في العالم كله، قروه وعملوا مقارنات. علاش هكا تو قانون الارهاب ولا عاملين النواب جابوا لهم قانون صوتوا. ما نتصورش. ها اخويا، ها نايب مرتين.